مارك كان كيقرا في واحد الجامعة وساكن في ولاية إنديانا. دارو كانت هادئة وكاينة حدا الغابة. النهار كيدوز عنده عادي، ولكن في الليل الغابة كتبان كتخلع وغريبة. ورا دارو تحت البالكون كان عنده واحد الجاكوزي، وهنا فين وقع كل شيء. كانت ليلة السبت 29 مارس مع الوحدة ونص ديال الصباح. العطلة ديال الربيع كانت قربت تسالي والمدرسة غادي تبدا عاوتاني. مارك كان عارض على 3 ديال صحابو القراب ليه، كايل وكينان وديريك. كانوا باغيين يدوزوا اخر ليله مجموعين. كانوا في الكراج كيلعبوا البيار، مخدمين الموسيقى وكيشربوا، ضحكوا النشاط والجو كان زوين. واحد شويه كايل قال علاش ما نهبطوش للجاكوزي، حيت الجو كان بارد والماء ديال الجاكوزي سخون بان ليهم زوين بزاف. وقفوا كاملين، بدلوا حوايجهم، خداو الشراب ومشاو للجاكوزي. الماء السخون كان زوين، بداو كيهضروا كيضحكوا بلا ما يحسوا بالوقت حتى سمعوا شي صوت. الصوت كان بحال شي عود كيتهرس في الغابة. ما بانش بحال الصوت ديال الحيوان، ولكن كان بحال شي خطوات ديال واحد كيتمشى. سكتوا كاملين وبداو كيشوفوا منين جاي الصوت. كينان حاول يبردهم وقال لهم الدراري راه ما كاين والو، غير جاب لكم الله. ضحكوا شويه ولكن غير باش ما يبانوش خايفين. زادوا في الصوت ديال الموسيقى وحاولوا يكملوا الهضره بحال الا ما كاين حتى شي حاجه. ولكن دازت 10 دقائق، خرج ليهم راجل من وسط الغابه ودخل البالكو. كان لابس مونطو كحل طويل، سبرديله بيضاء ولي زيكوتور في ودنيه، وعينيه كانوا خارجين بزاف. الدراري ما فهموا والو، تخلطوا عليهم المشاعر. واحد فيهم سولو وقال له شكون انت وشنو كدير هنايا؟ الراجل ملي بغى يجاوب هز يديه وقال لهم انا سميتي الست، عندي 33 عام، سمعتكم كضحكوا وجيت بغيت نشارك معكم الضحكه. صحاب مارك بقاو كيشوفوا في بعضياتهم، ما فهموا حتى حاجه. مارك قال ليه يمشي بحالاته، ولكن سيت ما سمعش. بدا كيحيد المونطو، من بعد حيد سبرديلتو، من بعد سروالو، بقى غير بالسليب ودخل الجاكوزي معاهم. ايوا الدراري هنا ما فهموا والو، ما عرفوا ما يديروا. مارك خرج تليفونه وبدا كيصور في هذا الشيء، ماشي باش يضحك حيت ما متيقش واش هذا الشيء بصح. بداو كيسولوه منين جيتي واش كتعرف شي واحد فينا، وهو كيعاود يجاوب نفس الجواب، سمعتكم كتضحكوا بغيت نجي نشارك معكم الضحكه ديالكم. حتى قال واحد الحاجه اللي خايبه بزاف، قال لهم باللي تحرش بشي ولد صغير. في ديك اللحظه كلشي تبدل. خرجوا كاملين من الجاكوزي وبداو كيغوتوا عليه باش يمشي بحاله. شدوه وخرجوه بزز من الماء. السيد ما قاومش، بقى واقف كيقطر من الماء وكيشوف. من بعد دور وجهه ومشى للغابه وما قال حتى شي حاجه. هربوا كاملين للدار وسدوا عليهم البيبان. واحد فيهم بدا كيضحك باش ينساو زعما هاد الشي عادي. ولكن مارك وكايل ما كانوش مرتاحين وحسوا باللي هاد الشي بحال مازال ما سالاش. من بعد 15 دقيقة كايل قال خاصنا نخرجوا نسدوا الجاكوزي. مارك قال ليه واخا. خداو البيل وخرجوا. وهنا مارك شاف شي تليفون حدا الجاكوزي، مشى هزو مع يلاه شاف فيه وهو يطيح ليه من يديه بالخلعه. ما قالش شنو شاف حيت تخلع بزاف. اللي قال هو السيت غادي يرجع. رجعوا للدار وسدوا عليهم. حاولوا يبقاو هادئين، ولكن سمعوا صوت ديال شي حاجه كتضرب في الشرجم. مارك عرف شكون. مع حل الريدو فعلا لقاه السيت واقف تما، وجهه بيض وعينيه خارجين وعنده واحد الضحكه خايبه بزاف. ما قال والو، ما تحركش، بقى غير كيشوف. مارك عيط على كايل وقال ليه جبد التليفون وعيط للبوليس. مارك مشى للباب ديال الدار، بدا كيغوت على سيت باش يمشي بحالاتو وياخد تليفونه، ولكن سيت ما جاوبوش. دار من الجنب وبدا كيدور حدا الدار. مارك تبعو بشويه وشافو من الشرجم ديال البالكون. سيت واقف عاوتاني وكيشوف لداخل. مارك قال ليه البوليس جايين، راه خصك تمشي. ولكن سيت ما دار والو، غير هز يديه وسلم عليهم بيد وحده، ومن بعد دور وجهه ودخل الغابه مره اخرى. البوليس جاو بعد شويه، قالوا ليهم كل شيء. البوليس مشاو للغابه ولقاو سيت واقف بوحدو كيشوف في الدار. شدوه بتهمه التسلل. الناس ظنوا باللي القصه سالات، ولكن مارك ما كانش مرتاح. نهار من بعد شاف واحد ستوري في سناب شات من عند بنت ساكنه حداه. كانت فيديو كيبان فيها راجل واحد اخر ماشي السيت كيحاول يدخل دارها في الليل. وهنا مارك تقلق بزاف، حيت هاد الشي كيعني السيت ما كانش بوحدو، كاينين وحدين اخرين وممكن مازال ما سالاوش.